السفاهة والسخافة نتاع الفزازي وين وصلت. تساءل فعلا هل هو زنا أم اغتصاب؟ سؤال مهم، هذا سؤال مهم. ثم هل وقع الاغتصاب حقا؟ هل تلك السيدة الفتاة التي يقال بأنها رولا أو كما يقال بأنه اغتصبها أو زنى بها وكذا، ألم تكن طعما؟ ألم تكن مدسوسة؟ ألم تكن مبعوثة؟ ألم يكن وراءها من وراءها من أجل إسقاط شيء مؤكد هي أنها ذهبت معه عن طيب خاطرها، شيء مؤكد. أنتم تعلمون فندق 5 نجوم، فندق مصنف في فرنسا تعلمون الحس الأمني الفرنسي، المراقبة الشديدة بالكاميرات والبوليس والمخابرات في كل مكان. بعد مجرد هذا على حسب ما فهمت هذا مطرب مغني حكم عليه بالسجن في فرنسا ب6 سنوات سجن. السبب الفزازي كما شفتوا قال لك هل هو جنى ولا اغتصاب. لعنة الله عليك وقبحك الله، والله يذلك. ويجب والله من المفروض كان كاين شرفاء في المغرب يوقفوا هذا الكلب، ما يخلوهش يتكلم باسم الدين. سكير، عاهر، فاسق. واش راح يكون سعد المجرد هذا؟ عالم. يا ريتك تكلمت على علماء، يا ريتك تكلمت على العلماء اللي راهم في السجون تاع الملك نتاعك. يا ريتك تكلمت على المواطنين الفقراء المطحونين. يا ريتك تكلمت على السجون المليئة بالمظلومين. يا ريتك تكلمت على السجناء الفلسطينيين. نسابك اللي زعما نسابك انت متزوج بيهودية، يعني مستحيل تكون فلسطينية زوجتك. ايناس انا استبعد انها تكون انسان سوي، امرأة سوية ما تتزوجش بارهابي كيما انت، وتزوج فاسق كيما انت وعاهر كيما انت. يعني ما نظنش حاجه ما تدخلش في المنطق. الطيبون للطيبات، ما نظنش باللي امراه طيبه تدي نجس مسخ كيما انت. مغتصب، عندك تاريخ في الاغتصاب. اغتصبت حنان واجبرتها على الاجهاض باعترافها هي وبكلامها في وسائل الاعلام تاعكم، باش ما تقولش راني نجيب لك من عندي الكلام، راني نجيب فيه من عندي. مغتصب يدافع على مغتصب. انت مغتصب اغتصبت حنان وراك تدافع على مغتصب فاسق وعاهر كيما انت، وما توقفش العهر تاعك والفسق نتاعك عند هذا الحد فقط. لا حاب تزيد تلصقوا في الجزائر. الجزائر هم اللي يحرضوا فرنسا باش تعتقل وباش تسجن الفاسق نتاعك كي انت وهو فخار يكسر بعضه. هذا يصلي بالامام، هذا هو ابي يصلي بالملك. ها هو نموذج رجل الدين تاعهم في بوسبير. والله لو كان كاين شعب عنده بقيه من كرامه يحجرون عليك، يمنعوك من الظهور اطلاقا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، لانك وليت عار، وليت لطخه عند المراكه، لطخه عار. صلي بالملك خارج يدافع على واحد مغتصب. هو اصلا انت مغتصب. كيف صنيعتك افعالك راهي خارجه فيك. خاتمه سيئة وخاتمة سوء الخاتمة. هذا هو سوء الخاتمة. الناس اللي ما تعرفش سوء الخاتمة، هذا هو سوء الخاتمة. يطبل للتطبيع، خرج من البواسين والركاعين للملك من دون الله، خرج يغتصب في بنات الناس ويجبرهم على الإجهاض. النمر المقنع قال لك دخل على حنان هذيك، دخل عليها في مواقع التواصل لي ريزو سوسيو، دخل لها قال لها سلام كذا منا ومن بعد قال لها انا الفزازي يعني حاب نتزوج بك، داها مسكينه اغتصبها رفدها الكرش ومن بعد طيح لها الجنين يحشمش، ومن بعد يخرجها. تشوفوه الان راكم شفتوه يدافع على مغتصب كما هو. قال لك كيفاش هل هو زنا ولا اغتصاب؟ ايش الدم الحلوف واحد في الدين الاسلامي. في الدين كاينه حاجه يسموها الاغتصاب ويسموها الزنا. زنا
بالقوه ولا بلا قوه، ولا يسموه كما هكذا في الشريعه الاسلاميه هكذا يسموه. ندير لك دروس انا في الشرع. فاسق عاهر هذاك لو كان جيت راجل وفيك الصلاح ورجل دين صح، من المفروض تقول لهم هذاك عار على المغرب، من المفروض ما يدخلش للمروك. فاسق، دافع على فاسق كيما انت. واش راك راح تقدم الفيزازي اكثر من هذه المواد والغريب انه تلقى في بوسبير سمك الشبوط، والله غير حاشا الشبوط، انا مش عارف راني نظلم في سمك الشبوط. سمك العياشه دايرينه عالم، يقول لك هذا هو العالم اللحيه نتاعو لحق صرته. والله خسئت. وقال لك الجزائر هي اللي حرضت فرنسا باش تغتصبه. انتفض فقط على السفاره ولا المكتب تاع الاتصال هذا اللي كان عندكم في دار البيضاء، اللي اغتصب نسائكم. عينك، ما سمعناش منك نبحه يا كلب. تنبح كيما الكلاب، ما نبحتش وانت كلب. انبح على الاقل، انبح نسمعوا نباحك. والله تفكرت الشعر تاع نزار قباني الله يرحمه، قال لك: لا زال يكتب شعره العذري قيس، واليهود تسربوا إلى فراش ليلى العامرية، حتى كلاب الحي لم تنبح ولم تطلق على الزاني رصاصة بندقية. الله يذلك ويذل حالتك. بسم الله الرحمن الرحيم. سكر